اوعى تبدأ اسبوع التداول بتاعك من غير ما تقعد القعدة دي على الشارت وتعمل اناليسز على الويكلي والديلي والون اور. ليه بقى مهم جدا تقعد القعدة دي؟ القعدة دي مهمة جدا ان انت تحط اوبجيكتيف ليك على الويكلي تشارت او على الشارت الاسبوعي، علشان تفهم البرايس او السعر عايز يروح فين ويروح ليه للحتة دي. فما ينفعش تخش اسبوع التداول بتاعك وانت مش قاعد عامل الاناليسز بتاعتك، بتبقى قاعد مش عارف البرايس او السعر هيروح فين وهيروح ليه، وايه الكي ليفلز اللي انت تستنى عندها، وانهي يوم في الاسبوع ممكن يحصل اكسبانشن. زي ما قلت لكم قبل كده ان شمعة الاسبوع، اول سؤال تسأله لنفسك هي شمعة الاسبوع هتكسباند او فوق ولا لتحت ولا هتفضل مكانها. ده سؤال لازم تسأله لنفسك. اوعى تبتدي اسبوع التداول بتاعك وما تقعدش القعدة دي او تعمل اناليسيس للبرايس على كل كي ليفل، علشان ده مهم جدا 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 انك تبقى فاهم انت ناوي تعمل ايه وناوي تخش منين ومستني البرايس يوصل لانهي ليفل، علشان تعرف بعد كده تخش صفقاتك صح، تتريد بطريقة فعلا تكون احترافية وتكون بروفيشنال، وانت كمان تبقى مرتاح نفسيا وانت داخل التريد. على فكرة حتى لو التريدة قفلت ستوب لوز او يعني جابت الستوب لوز بتاعتك او ما جابتش ربح، بس انت على الاقل عامل الجزء اللي عليك، عامل جزء الاناليسز، عامل جزء التحليل، قعدت وشفت فتحة الاسبوع اللي فات والاسبوع ده البرايس بيتحرك من فين لفين. على الاقل انت عملت الهوم ورك بتاعك. طبعا انت عمرك ما هتبقى 100% صح، بس الاكسرسايز ده او التمرين ده هيخليك دايما بتشوف البرايس عايز يعمل ايه، الاتجاه العام بتاع السوق ايه، زي ما بيسميه الترند، الترند بتاع الماركت فين الاسبوع ده، السعر ناوي يروح فين، هل ناوي يبقى في حالة هبوط ولا هيبقى في حالة صعود، ولو هيبقى في حالة صعود هيبتدي من فين ويروح فين. طبعا الكلام ده كله انا بقوله لك علشان دي واحدة من الاساسيات المهمة جدا في مجال التداول، التحليل بتاعك. فعشان كده انا كل اسبوع ببتدي يوم الاثنين بالفيديو ده تحليل اليو اس 30، شوف ايه اللي بيحصل في الماركت، ايه اللي ممكن يحصل، شمعة الاسبوع بتاعتي هتبقى في حالة هبوط ولا في حالة صعود، ايه الكي ليفلز اللي انا استنى عندها البرايس. طب لو البرايس راح في حتة انا مستنيها اشوف الرياكشن، عشان لو عايز اخش صفقة هخشها من فين. هو ده الكلام العملي، مش هقول العلمي، ده الكلام العملي. فهنا انا فاتح شارت اليو اس 30 ستوكس على على الويكلي تشارت، على الشارت الاسبوعي. هدفي اشوف اذا كان البرايس عايز يروح فوق، او على البرايس هيبقى في حالة صعود او في حالة هبوط او هيبقى مكانه. طبعا الليفلز دي انا كنت عاملها من الاسبوع اللي فات، انا شلت بقيه الحاجات عشان بس ما اعملش دوشه في الشارت. هنا كان في ويكلي فير فاليو جاب، قلت لكم عليها يعني اللي فتح الفيديو اللي فات في الموضوع ده. انا دي الويكلي فير فاليو جاب، هي دي في الاسبوع اللي مش اللي فات اللي قبليه، شفنا السعر نزل، عمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب دي اهي، شايفها قدام الشارت اهي، وراح طلع تاني. الاسبوع اللي فات طبعا كان في حالة صعود جدا، والليفل اللي انا عايز اوريه لكم هو الليفل زي ما قلت لكم كان نص الويك دي، اولموست النص بالظبط. ليه نص الويك دي؟ لان قلت لك نص الويك دي احنا بنعتبرها از جاب في السعر، فدايما بيحب البرايس ينزل للبرايس عندها ويطلع تاني، وده ياكد لك طبعا ان احنا لسه في حاله صعود. الحركه دي بالذات تاكد لك ان احنا في حاله صعود، ان السعر ينزل يريبرايس في الحته دي او في نص الجاب دي ويبتدي يطلع تاني. طبعا طبعا الاسبوع ده احنا لسه بنفتح لسه بنفتح نشوف الاسبوع هيبتدي لسه النهارده يوم الاثنين زي ما قلت لكم. فعلشان اول سؤال زي ما قلت لكم، اول سؤال بساله لنفسي في يوم الاثنين، لا اسبوع التداول ده هل هيبقى التمدد لفوق ولا هتبقى بيرش ولا هتبقى كونسوليديشن زي كده. طبعا لغايه دلوقتي طبعا انا على تحليلي انا او رايي انا ان لسه الماركت في حاله صعود، ما فيش اي حاجه حصلت لغايه النهارده تديني اي انديكيشن بره ده. ليه؟
واحد، عندي الاسبوع اللي قبل اللي فات البرايس او السعر نزل، عمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب وطلع تاني. ادي واحد، ادي اول سبب عندي. تاني سبب زي ما قلت لكم ان نص الويك دي، شايفين نص الوكايه دي بالظبط، البرايس نزل بتاع الاسبوع اللي فات بقى، البرايس نزل للبرايس عندها، وزي ما قلت لكم دي بنعملها كجاب، وطلع اتاك الهاي بتاع الاسبوع اللي قبليه. ادي ده تاني سبب. تالت سبب ان هو اتاك الهاي دي، طالما طلع اتاك الهاي دي وقفل فوقيها، يبقى غالبا احنا لسه في حاله صعود. ده على الويكلي. طيب، بالنسبه لي انا في الويك ده ايه اللي هيحصل؟ انا مستني اشوف ان البرايس ممكن يجي يريبرايس في الحته دي، يريبرايس في نص الوكايه هنا في الليفل ده. فانا اول ده ليفل انا حاطه عندي كده عشان اشوف البرايس عايز يوصل لفين. تمام، فانا عندي نص الوكايه هنا. فلو حب النهارده يوم الاثنين يبقى بيرش شويه، هشوف الليفل ده هل يرسبكت الليفل ده، هيحترمه ولا مش هيحترمه. ولو مش هيحترمه هستنى اشوف الليفل ده هنا نص الوكايه هنا. لو احترمه طبعا اعتقد ان هو كمان ممكن يعني ما ينزلش لغايه هنا قوي، او ممكن يعني ينزل قبلها بشويه ويبتدي يكسباند لفوق تاني. طبعا زي ما قلت لكم دي البروبابيلتي الاكبر يعني. طبعا الاوردر بلوك اللي على الويكلي، الاوردر بلوك احنا لسه بعيد عنه تماما يعني. بس ده بالنسبه للويكلي. يبقى انا كده بقول ان انا شمعه الويكلي بتاعتي متوقع انها تبقى بولش، لسه آه في حاله صعود. ليه؟ علشان على الويكلي ما شفتش اي حاجه تديني اي انديكيشن ان هو في حاله هبوط، واسبابي قلتها. ننزل بقى على الايه، على الديلي، نشوف الديلي شارت بيقول ايه، او الشارت الديلي بيقول ايه. الديلي شارت بيقول ان احنا في حالة صعود فعلا. ويوم 14 فبراير 13 فبراير يوم الثلاث فعلا البرايس زي ما انتم شايفين نزل هنا ريبرايس على الفير فاليو جاب الويكلي اللي انا كنت عامل عليها قبل كده، وراح مكمل صعود تاني، سموها تصحيح، وبعد كده كمل حالة الصعود بتاعته. تمام. طبعا احنا دلوقتي في الديلي، فاحنا الديلي في المتوقعين هنا في فير فاليو جاب هنا. لو حبينا قلنا البرايس يحب برايس فين، يبقى هنا كده فير فاليو جاب. كل دي فير فاليو جاب، خلي بالك فير فاليو جاب مع اوردر بلوك، ده ليفل اوردر بلوك مهم جدا. فانا عندي هنا اول اوردر بلوك، ده ايه اوردر بلوك، خليها هنا ديلي اوردر بلوك. ده ديلي اوردر بلوك هنا مع الفير فاليو جاب دي كلها. فانا متوقع لو النهارده يوم الاثنين لسه فتحت يوم الاثنين، طبعا لسه يوم الاثنين ده بيدينا انديكيشنز كتير قوي، يعني اتنين او تلات ينزل في الفير فاليو جاب هنا مع الاوردر بلوك، يبقى انا متوقع ان دي تبقى حته كويسه جدا ان البرايس عندها ويكمل طلوع. فده على الويكلي، فانا هسيب الفير فاليو جاب دي موجوده زي ما هي، واخش على الوان اور. بص على الوان اور، ده بدايه الاوردر بلوك، ده ليفل الاوردر بلوك انا سايبه. سايبه ليه؟ عشان اوريك كذا حاجه. نمره واحد ان طبعا هنا دي اول الفير فاليو جاب، ممكن البرايس طبعا يحب يريبرايس عندها. طبعا لسه النهارده يوم الاثنين، ما عنديش اي انسايتس لبقيه الاسبوع، بس انا اتوقع ان هو ممكن يبقى فيه بس تصحيح في الفير فاليو جاب اللي على الديلي دي مع ليفل الاوردر بلوك. خلي بالك دي انفرجن فير فاليو جاب الحته دي، انفرجن فير فاليو جاب يعني مخترقه، انفرجن فير يعني فير فاليو جاب اخترقت، فهو طلع وريبرايس عندها او سند عليها از سبورت، وبعد كده طلع كمل حالة الصعود بتاعته. طيب انا دلوقتي في اليوم النهارده او يوم الاثنين مثلا، لو انا بشوف يوم الاثنين هيمشي ازاي. في يوم الاثنين انا متوقع ان هو ينزل يريبرايس في الحته دي عندي على هشيل دي بس عشان ما تعملش لخبطه.